بعد ضمان الصعود تصبح الأجواء احتفالية، وهذا بالتحديد ما يحدث في مباراة اليوم. شعور بالراحة والفخر والإنجاز. الآن يحين الوقت من أجل الاحتفال بالتأكيد وتقديم مباراة ممتعة. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. ليونيل ميسي ضربهم، كواهم، أحرق مرماهم، قناص أمام المرمى. يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم، قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، الذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. ميلان متأخر في الدقائق الأولى الآن، لديهم فرصة التعويض ولا يزال عندهم المزيد من الوقت. يلعبها كين، كرة باتجاه المرمى. الله ما أروعك، ينجح في التسجيل. أوه يا لها من بداية مرعبة، وتقدم بهدفين نظيفين في أول الدقائق. إنكيتيا، يا سلام، أداء كبير جدا في مباراة اليوم، ينجحون في إضافة هدف آخر. أوه يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. مدريد افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم والمرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. الثاني يأتي يبصم بالثنائية في هذه المباراة. تستمر المباراة والنتيجة أمامنا 3 أهداف مقابل لا شيء. إنكيتيا، ويعود بالكرة إلى الوراء. هاري كين، تسديدة من بعيد، تسديدة من مسافة بعيدة لكنها لم تكن دقيقة. ليمير أعتقد أنه يدرك الآن أنه لم يتخذ القرار الصحيح في هذه التسديدة، وأنه عليه أن يفكر أكثر قبل التسديد بهذا الشكل. برونو فرنانديز، فرصة سانحة للتسديد، ولا الذي انصري، تصدي غير عادي من الحارس. هذا الأداء الكبير، حارس يثبت أنه نجم اللقاء. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. الآن فرصة لهجوم معاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر. إيريك داير، بينية رائعة، يلعبها كين، كرة رأسية، لم يكن محظوظا. ميكيل ميرينو، ميسي، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. أعتقد أنهم يقدمون أداء مثالي في هذا اليوم بدون أي أخطاء، وأظهروا بالفعل قوة هجومية ودفاعية وتوازن كبير في الملعب. الإثارة تتواصل مع عودة اللاعبين من استراحة ما بين الشوطين. يصوب كرة، ركنية هي الأولى في مباراة اليوم، وركنية واحدة كانت في الجانب الآخر.
ملعوبة قصيرة من تشانالوغلو. ميلان ومحاولة مع المرتدة. هذه هي كرة القدم، بكل القوة والإصرار يرفض الاستسلام. يسدد الكرة، سيشعر بالتأكيد بالحزن على إضاعة هذه الكرة. لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. عمل بريسنج ونجح في استعادة الكرة. تشانالوغلو، ضربة رأسية، كان في أفضل مكان لتسجيل هذه الكرة، كان أمام المرمى مباشرة. بصراحة كان عليه هو أن يسجل. يستعيد الكرة بشكل سريع. تغيير اتجاه اللعب على اليمين. إنكيتيا، كانت انطلاقة مميزة لكن المدافع كان له رأي آخر. تدخل حاسم في توقيت رائع. ميكيل ميرينو، يوسف نصيري، برونو فرنانديز. الآن يغير اتجاه اللعب للجانب الآخر. فينيسيوس جونيور تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. ميسي يحاول أن يلعب كرة بينية، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. Substitution for Milan, number 17, Mikel Merino. Coming on to replace him is number 6, Kovacic. إنكيتيا، تصويبة على المرمى. يا إلهي، ما هذه القوة، ما هذه التسديدة، ما هذه الروعة. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. بكل سهولة وأريحية في هذه المباراة انتهى كل شيء. أصبحنا نشاهد مباراة في اتجاه واحد. مدريد يطبق الضغط ويبحث عن مثل هذه الكرات. عرف كيف يستغل الضغط ويستفيد منه. يسجل هدف مميز ومجهود كبير بين الفريق. يضرب الثلاثية، يضرب الهاتريك في مباراة اليوم. مباراة للتاريخ هنا، بصراحة مباراة للتاريخ. هذه مباراة لن ينساها. يتلاعب بالجميع في الميدان. هذا الحريف سيطرة غير عادية مطلقة تماما بالطول والعرض في هذه المباراة. عدت الكرة. شوف المتعة والفن والإمتاع بالكرة. فينيسيوس جونيور، تسديدة قوية بالتأكيد. كوفازيتش، الكرة ملعوبة من مسافة. ديفيد، فاتت ومرت وصلت إليه. يطلق الحكم صافرة لإنهاء المباراة. كثير من الأشياء الرائعة في مباراة اليوم. أكثر ما لفت الانتباه اليوم أداء المهاجمين، شيء غير عادي هذا اليوم. مباراة كبيرة من خط الهجوم. إنكيتيا البطل هنا بتسجيل هاتريك. مباراة لن ينساها وكرة سيحتفظ بها بالتأكيد. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد.